الوداع عم يوصي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو مودع، وكان قد قال قبل ذلك لفاطمة عليها السلام: وأسرها بسرين، أو سارها بسرين، يعني حكيها سر. أول سر بكت بكاء شديدا، ثم سارها بسر آخر فضحكت. سألتها أمنا عائشة رضي الله عنها: ماذا قال لك؟ قالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله. بعد وفاة رسول الله أخبرتها. أما السر الأول فقال: إني لاحق بربي. خلص، إنك ميت وإنهم ميتون. من أنت؟ هذا رسول الله، أشرف الخلق وأحب الخلق إلى الله. الله عز وجل قال: أفإن مت فهم الخالدون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. كل الأحداث اللي بتحصل في الكون هي أحداث تمحيص وغربلة. اليوم اللي عم يحصل بفلسطين، اللي عم يحصل في لبنان، اللي عم يحصل بالموضوع الاجتماعي الاقتصادي، قلة المال، كل أمر يحدث هو للامتحان وللاختبار. فسرها وعلم أنه راحل إلى ربه، ويوصي: أوصيكم بالأنصار خيرا، أوصيكم بالمهاجرين خيرا، أوصيكم بأهل بيتي خيرا، من جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليجلده، ومن أكلت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه، ومن تحدثت عن عرضه فهذا عرضي، أو بما معنى يعني. كل ذلك ليعلمنا، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أو عندما يخرج من حجرته بعد مرضه واشتداد مرضه فيسأل أمنا عائشة رضي الله عنها، يقول: أصلى الناس؟ هل صلى الناس؟ يسأل عن ارتباط الناس بربهم، كيف الصلاة معهم. فيخطب هذه الخطبة مودعا صلى الله عليه وآله وسلم، مودعا لنا، ولكن هو حي بسيرته بسنته، حي طري في قبره يرد سلام من سلم عليه. فاسأل نفسك: كم تصلي على رسول الله؟ كم تطيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيومك بنهارك بطاعتك له بكل شيء، باتباعك لسنة؟ كم تحيي من سننه؟ واليوم نحن على أبواب دورة صيفية، معلش يعني خلينا بصراحة نحكي، وذكرنيها سابقا مرارا وتكرارا نذكر ذلك، لأنه